بيست بلوج جيمر. سبسكرايب من هنا يا اخوانا اهو تحت هنا. قشطه سبسكرايب. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. طبعا انا مطبق من امبارح، شكلي لسه صاحي من النوم بس والله انا مطبق من امبارح. النهارده بشكل رسمي سوف نطلق اول فلوج في الشانل. النهارده يوم مهم فشخ، فهقول لكم ليه هو يوم مهم، بس لازم اجهز الاول لان انا فعلا متاخر. فبس انتوا معايا طول اليوم، انا هعمل الفلوج ده عشان اثبت ان احنا ما بنخافش من حاجه. ويلا بينا يلا بينا. السلام عليكم، ورجعت لكم تاني بعد ما جهزنا. ايه بقى اللي هيحصل النهارده؟ كل الحدوته ان النهارده في ايفنت لليوتيوب في الجيزه لليوتيوبرز المصريين، او اليوتيوبرز المصريين المبتدئين اللي هو انا يعني. المهم يعني مش هدخلكم في تفاصيل كتير. الايفنت ده معمول عشان يساعدونا ازاي نفكر، ازاي نشتغل، ازاي نعمل كل حاجه يعني. بمعنى اخر انا حبيت ان ده يكون اول فلوج لان لقيت ان فرصه حلوه هستفيد منها، وهستفيد ان انا اعمل فلوج، وفي نفس الوقت انا لاول مره هشوف ازاي شركات زي اليوتيوب دي بتشتغل، وفي نفس الوقت انتوا كمان هتشوفوا حاجه ما شفتوهاش قبل كده. يعني احنا الاثنين انا وانتوا في اكسبيرينس جديده النهارده، كلنا كده هنجرب حاجه ما جربناش قبل كده، اللي هو ازاي نشوف الناس دي بتشتغل، وازاي الناس دي بتطلع الشغل بالجوده دي وبالدقه دي. بمناسبه الدقه عاوز اقول لكم ان في الرساله اللي بعتوا لي الجدول بتاع اليوم هيمشي ازاي، فحاسبين كل حاجه بالدقيقه. عارف اللي هو يقول لك من الساعه 9 للساعه 10 الا ربع تسجيل الدخول، ان انت هتعمل تشيك ان انت وصلت، وان انت هتكون موجود خلال فعاليات اليوم يعني. والمشكله ان هم نسوا ان هم بيتعاملوا مع مصريين، وانا اول واحد من الناس مواعيدي بايظه جدا، لدرجه ان الساعه دلوقتي 7:30، وانا لو ما وصلتش هناك قبل 10 الا ربع الموضوع هيبقى صعب. انا عن نفسي هتكسف على دمي ومش هرضى ادخل، فاحنا لازم ننجز في الحوار، ولازم الحق نفسي، لان زي ما قلت لكم الساعه دلوقتي 7:30 تقريبا، 7:30. ربنا يستر. ده طبعا بغير معلش بس عشان مستعجل وبفكر في مليون حاجه، فمش عارف ارتب الكلام، مش عارف اجمعه. المهم يعني ده غير ان ده اول فلوج، فالمفروض انه يبقى كويس. بس يبقى كويس ازاي وانا ماشي في الشارع والناس كلها فاكره ان انا عندي هس وبكلم الكاميرا وحدوته كده غريبه؟ بس كويس احنا لسه في اول اليوم، والمشكله دي مش هتقابلني دلوقتي، المشكله دي ممكن تقابلني لما اوصل للجيزه. لان الحياه بقى هتكون اشتغلت، الساعه تكون وصلت 9 تقريبا. انما دلوقتي بصوا زي ما انتم شايفين كده الشوارع فاضيه، مفيش يعني حاجات بسيطه جدا. ومعلش طبعا على هزه الكاميرا لان الكاميرا تقيله، انا مش بصور بكاميرا ديجيتال، انا بصور بكاميرا بروفيشنال وتقيله شويه، تعباني. بس كويس، تمرين كويس يعني. على العموم اوعوا تنسوا طول الفيديو
وطول اي فيديو تاني. اوعوا تنسوا ان احنا ما بنخافش، ويلا بينا يلا بينا. ولا ايه؟ عامل ايه؟ قشطة. حتى الكلب مش عاجبه الكلام. يا اخوانا صحيح نسيت اقول لكم، لو في العربيه احتمال كبير ما يكونش فيه فلوج، يعني ما اكونش بتكلم في العربيه، لان انا زي ما قلت لكم في اول فيديو انا مطبق من امبارح، وممكن اخطف لي الساعه دي نوم، لان اليوم هيكون مرهق. ودي غلطه مني ان انا ما نمتش كويس او ما نمتش خالص امبارح، اعذروني. بس هحاول على قد ما اقدر يكون في انسيرتس من الطريق يعني. يخرب بيت الحركه دي اتعلمها امتى طيب؟ السلام عليكم، رجعت لكم مره تانية. بس طبعا زي ما انتم شايفين المنظر الحال، بس نمت في العربيه كتير وده اللي انا كنت عاوز اعمله بصراحه، لان انا من امبارح طبعا عارفين ان انا مطبق. المهم انا وصلت ودور على اسامينا في الكشوفات وروتين بقى، بس حاجه دقيقه يعني. وخدنا برنامج اليوم وخدنا الدونر بتاع استنى الدونر بتاع عليها اسامينا، وان احنا في اليوتيوب كريتور داي ومش عارف ايه، والمفروض ان احنا ننتظر لحد دخول الساعه 9:30. مش عارف بقى، نشوف اليوم هيمشي ازاي يعني. على العموم انتوا كده موجودين معايا طول اليوم من اول ما صحيت لحد ما نروح، فربنا يسهل. اشوفكم بعدين. في البريك كده واحنا واقفين، انا محتاج جدا اشرب قهوه في هذه اللحظه، فاشرب قهوه ونرجع تاني نكمل. صدقوني 11 مليون 10 كان لازم ده، بس عندي ترافيك على فيديوهات انا مش بحقق منها ده. انتوا عارفين ده بيجوا منين؟ كومنتات بقى بس. اكتر حاجه بتصدق في الموضوع ان في يوتيوبرز من كل مصر، في يوتيوبرز من كل مكان، ويوتيوبرز من مختلف المحتويات. عندك ناس بتعمل حاجات معلوماتيه، حاجات يعني كل واحد بيختلف وبيعمل ايه، اللي بيعمل جيمنج، اللي بيعمل فلوجز. الموضوع مختلف جدا، والاختلاف ده هو اللي هيطلع حاجه. في ناس كتير من الموجوده هنا تشتغل معاها، هو ده الذكاء اليوتيوب ان هو يعمل الاجتماع ده. وجهه نظري، مش عارف بقى. الموضوع بمنتهى البساطه. خلصنا المحاضره الاولى، وبعدين ده وقت الصلاه. مش عارف بصراحه، الواحد عنده انرجي كده عاليه جدا بعد ما سمعنا المحاضرات دي. في حاجات كنا عارفينها كتير، وحاجات ما كناش عارفينها، حاجات جديده. بس على العموم قادرين مكملين اليوم مع بعض زي ما قلت لكم. اول فلوج، مش عارف بقى الفلوجز هتودينا لحد فين، بس على العموم ما تنسوش ان احنا ما بنخافش. يلا بينا يلا بينا يا جماعه. لو عملتوا تشيك اوت دلوقتي على قناه اسلام عابدين فلوجز، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. هتشوفوا الفلوج ده بس من ظهري، هتشوفوا الناحيه الثانيه. هتشوفوا الفلوج من الجنب التاني كلها زوايا. ايوه صورني من ورا عشان نشوف فلوج من الناحيه الثانيه اهو. فلوجز تو ويز. خليك ماشي زي ما انت، زي ما انا امشي بظهري. ايوه، طب انا هشوف الناس ازاي؟ ما انا همشي بظهري ازاي طيب؟ بجد يا جماعه، الحاجات في اليوم ده وجود ناس
الناس الجميله دي اللي احنا لسه ولقينا بلوجرز زينا يعني، في يوتيوبرز كتير بس كتب اهم حاجه لازم تلاقي حد شبهك، حد الموضوع منك بيبقى كده ألطف. فاهم، تحس ان انتوا اخوات ودم واحد. احنا بنرد على بعض في فيديوهين مختلفين. بصوا يا اخوانا بقول لكم ايه، انا ده اول فلوج اعمله اصلا. الفلوجز كان طلبكم انتوا، بس في ناس بتشرب سجاير هناك. السجاير مضره جدا بالصحه يا جماعه. طبعا جامعه فيكي فبندور عليه. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي هنروح نصور مع افشخ واحد من الناس اللي اتكلمت النهارده وضحكني كتير فشخ، ولازم اخش انزل عليه. هشام عفيف يا جماعه. لقينا هشام عفيف. محمد ياسين فلوج سكر بره. لا سكر بره. سكر بره بس. سكر بره بس. الله يخليك. ده محمد ياسين سكر بره. طبعا بيست فلوج جيمر. سبسكرايب من هنا يا اخوانا اهو تحت هنا. قشطه سبسكرايب يعني. طبعا يا جماعه نزود فيوز لهشام. طبعا لازم تدعموا يا جماعه. هحط لكم اللينك في الديسكربشن. هحط لكم اللينك في الديسكربشن. بجد يا جماعه هشام عفيفي من اكثر الناس اللي ضحكتنا وهو بيتكلم، بيشرح بطريقه مبسطه جدا وبشكل فعلا ان انت تفهم منه وفي نفس الوقت انت مستمتع وبتضحك. اليوم النهارده يا جماعه بجد كان لازم يتعمل فلوج، ما كانش ينفع يتعمل حاجه غير فلوج. شايف الفوكس؟ صور. شايف الفوكس؟ انت بتذلني عشان عندك اوتو فوكس. شايل مدفع. ماشي ايه يا عم؟ ماشي عشان بس انتوا عارفين يا جماعه فلوس الكاميرا دي جت ازاي. قعدنا نشحت شحاته قاتله، واعملوا سبسكرايب واعملوا لايك واعملوا يا خراب. يا جماعه على فكره كل ده من فلوسكم، هو هيقطع الحته دي بس كل ده من فلوسكم. لا مش هقطعها كله. تديني لايك ربنا يكرمك. اللايك ب10 امثال ربنا يديك. عارفين الصور كلهم سبعة سعيد اهو. لحظة الغدا يا اخوانا، كل الناس بتاكل. جريمة كاملة أعجز العقل عن تفسيرها. في ناس بتنتحر، أنا قابلت 4 بينتحروا هناك في طبق مكرونة. مش عارف، الناس فعلا جاية لما عرفت إن في غدا فبترد في البيت. وأنا واحد منهم على فكرة. كويس بقى، انتوا لو جيتوا هنا مش هتفطروا في البيت اصلا يعني. انت هنا الجمعه الجايه مش عارف، بس على العموم اديكم كنتوا معانا. وربنا الفلوج ده ماليه اي لازمه في الحياه. انا مش عارف تطلب مني فلوجز ليه، مع ان انا شايف ان الفلوجز دي حاجه حلوه بصراحه. نطلع المحاضره الثانيه. نطف الفلوج. نور عوض يا جماعه، اعملوا سبسكرايب مش مشكله يعني. هيبدا المحاضره الثانيه. طيب احنا قدام عليكم هنصور واشوفكم تاني بعدها. هيعرف حاجة مهمة قوي، فرق بيننا وبينهم، ان هم مش يوتيوبرز، هم موظفين في جوجل. تمام؟ الاكسبيرينس اللي احنا المفروض هتكون موجودة النهاردة هي لليوتيوبرز. تمام؟ لناس زي كل واحد قاعد هنا بالظبط، لناس عملت الكونتنت بتاعتها، عملت فيديوز بتاعتها، صورت، استثمرت فلوس في كاميرا او في برنامج او وهوستنج، استثمرت وقت، رفعت قعدت ظهرت طول الليل تعمل اديت لفيديو. نبتدي ان احنا نوري شغلنا والكواليتي بتاعت شغلنا للناس كلها. طب نعمل ايه؟ ازاي ان احنا نقدر اما الناس تيجي تبحث عن اي حاجه ليها صله بالفيديوهات اللي احنا بنعملها يلاقونا فعلا في الفيرست بيج بتاعت السيرش ريزلتس، يلاقونا كمان مش في الفيرست بيج بس، من اوائل الفيديوز اللي موجوده. انت تعمل فيديوز حلو، الهدف من الفيديوز دي ان الناس تتفرج عليها. لو الناس ما تتفرجش عليها انت بتعمل فيديوز ليه؟ بالظبط كده. لو حد فيكم بيعمل فيديوز والفيوز بتاعتها زيرو، حد هنا الفيوز بتاعته زيرو؟ مفيش صح؟ ان لو كان في فيوز زيرو بعد 7-8 فيديوهات هنقلع كلنا الجواكت دي ونروح ومحدش كان هيجي هنا النهارده. يعني الهدف من اي حد بيطلع محتوى ان الناس تتفرج عليه. اخوانا وانا اليوتيوب عمل لنا امتحان. عامل ايه؟ هربت.
ما اعرفش اجاوب على حاجه من اللي بتسيبه بعد كده. وانا جاي من بيتنا يعني انت مسيبنا بيوتنا يلا فاضل دقيقه لممنا في الاوضه دي بس الورق والله انا معاك مدينا 5 دقايق وانا بعمل فلوج. هاي كاميرا هاي. يلا عشان شيخها ربنا يستر. المراقب هشام عفيفي. المراقب هشام اهو يا جماعه مش عارفين. استنوا بقى استنوا عشان اوريكم الاسئله. اهو الاسئله اهي. هل تستخدم ايوه ربنا بستخدمه وانتوا تشاهدوا معايا. هل تضع الكلمات الرئيسيه في بدايه الوصف؟ هو ايه طبعا طبعا. طب انتوا بتيجوا وبتعملوا لايك وسبسكرايب ازاي؟ اعملوا سبسكرايب يا جماعه والنبي عشان ينجحونا في الامتحان ده عشان اعملوا لايك. اعملوا لايك عشان اللايك بيدي درجات. ما حدش مش هنلم حاجه يا جماعه. اوكي 1 2 هيعملوا المانيكان تشالنج. يعني قربنا نوصل التمرين كويس. اعملوا المانيكان تشالنج تمام لسه بنتمرن. 2 فانا هفضل كيب ريكوردنج 6 واحنا لا في ناس تتحرك تاني. اخر مره بقى عشان ايه دي اخر بروف. عايزين نبقى نتحسب يا جماعه. اخر بروف. هنعمل ايه المانيكان تشالنج هتفهموا. اخر بروف 1 2 فيكس. هايله جدا دي هايله جدا دي. شكرا يا هشام حبيبي. يلا فهمتوا هيعملوا ايه؟ فهمتوا؟ طيب هنعملها تاني معلش. تعديلات بسيطه. اللي كان في حد بيصور موبايل يا ريت ما نصورش موبايل. عايزين حد حركه تماما. عايزين حد كان في ايد معلش اخر مره عشان حد تاني حاجه بلاش نهمس لبعض اللي هو يا ابني مش عارف ايه واظبط مش عارف ايه. لا يا صاحبي انا اتشلت رجلي انا حتى لو موبايل انا بدأ بالضحك انا مش عايزين اي حركه تاني حتى لو موبايل. معلش مش في حد كان والله هشام اللي بدأ. حاول قدر الامكان هشام والله حاول قدر الامكان ما حدش يهمس للتاني. اوكي بص في واحده جنبي. خلوا وشهم هنا عشان هنروح من بره. طيب هناخد هيعملوها تاني يا اخوانا. نخش من بره مش عارف هيعملوها تاني. حرام والله. يلا يا اخوانا ولو سمحتوا ما حدش يهمس حتى للتاني. عايزين نعملها بروفيشنال. مش عايزين اسمع حركه خالص. في ناس هتقعد عشان تعمل. في ناس هتقضيها قاعده. يلا ما ينفعش تقف في اللون. يلا 3 اقول ايه طيب لا اقلبها عشان اثنين 3 2 بس كأنك يلا هنصور هو انت قعدت 3 بس 2 1 فيكس. وخلص اليوم بتاع اليوتيوب. بجد كان يوم كويس كان يوم ممتع استفدنا كتير واكتر حاجه بسطاني واكتر حاجه كويسه الناس اللي احنا اتعرفنا عليها النهارده ناس كتير. واكيد اكيد 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 هنتعاون سوا وده هتشوفوه في الفيديوهات اللي جايه. و كيب اب اشوفكم مره ثانيه. ما تنسوش ان احنا ما بنخافش ويلا بينا.